توصل لكم النفس ديالكم بالنقص من الدبابه كما بغات تكون ومن عند من بغات تكون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا وصباح الخير عليكم. اللي كيشوف الفيديو في الصباح كنقول ليه صباح الخير حيت أنا راه مبكرة وهذا الصباح، واللي كيشوف في العشية كنقول ليها مساء النور. هنا بغيت نشارك معكم اليوم قبل ما نبدا كلشي نقول لكم هذا الفيديو ديال اليوم يا ريت ما تنساونيش من لايك. البارح الفيديو ديال البارح البنات كان ناقص من لايك، ما عرفتش علاش حبابي نساوني. ما تبقاوش تنساوني، الله يجازيكم بكل خير. وشكرا لكم وسمحوا لي بزاف بزاف. علاش فتحت الكاميرا اليوم وبغيت نسجل معكم هذا الفيديو؟ اولا الطلب لواحد الاخت اللي كانت قالت لي عافاك شاركي معنا اليوميات ديالك في العطله، فوقاش تفيقي، شنو كديري شنو ما كديريش، كيفاش كيدوز نهارك. بغيت نلبي هذا الطلب. وثاني حاجه بغيت هكا ننوع معكم اليوم، كاين لا طبخه لا وصفه لا حتى حاجه، بغيت نجلسكم غير في هذه الطبيعه وندوي معكم شي شويه. بغيت كنوع من التغيير هكا في الفيديوهات ديالي باش ما تحسوش بالملل هكا، يعني كيف كنقولوا فيديو مغاير. هنا اختكم من بعد ما ها هي راه فطرت اللي قسم الله، قهوه وزويته بلديه وداك الشيء. فطرت هنايا احيانا كنخرج الطبله يعني بداك الشيء رسمي، طبله بكراسه. احيانا كنبغي نجلس البنات غير في الارض. خرجت هاد الدريجه عندي هنايا، فرجت هاد الطابي وحطيت، بغيت نفطر غير هنا. قلت لهم اليوم غنفطر غير الارض، بغيت الارض. وهنايا ندوي معكم على واحد الحاجه زوينه. يعني بعض المعلومات غنقولهم لكم غير صغيورين هكا للافاده وصافي. هنا كتشوفوا معايا البنات الكازو، عرفتوا الكازو كيصبح بارد ديال البنات، غزال غزال. وهنايا اعزكم الله سمحوا لي ها انتم انا حفيانه، حاشا وجهكم. كنبغي نحط رجلي على الارض نمشي فيها حفيانه. غنقول لكم بعض الفوائد اللي زوينه في المشي حافيا البنات، شي حاجه اللي تعود عليكم بالنفع. انا ما كنشجعش على المشي بالحفا الا بعض المرات، وماشي في الدص مثلا في الارض في لا موزيك في داكشي اللي بارد ولا وقت البرد. غير علاش انا كنبغي في الصباح بكري ملي كنوض كنبغي نتمشى هنايا حفيانه. اولا دخلوا وبحثوا على المشي حافيا، الفوائد اللي غادي تشوفوا فيها عديده ثم عديده. انا كنبغي نمشي بعض المرات حفيانه. علاش البنات؟ هادشي كيعود علينا بالنفع للصحه ديالنا. الفوائد ديالو نذكر لكم غير البعض منها. اولا ديك البروده اللي كنحس بها زوينه. ثانيا كتعرفوا لا شارج اللي كيكون عندنا في الداس ديالنا ملي كنمشيو حفيانين البنات، هذاك الشيء كله كيخرج من الداس ديالنا وكينزل للارض. وفي نفس الوقت حنا كنستمدوا، في نفس الوقت حنا كنستافدوا الطاقه، كنستمدوها من الارض، كناخذوا الطاقه للداس ديالنا. المشي حفيان. علاش دابا ملي كنمشيو للبحر البنات خصنا كنمشيو حفيانين؟ ما تقولوش حيت لا ما كنمشيو كيقيسنا الماء غنفزقوا صباطنا ولا سبرديلتنا، لا. واخا نكونوا ماشيين غير في الرمله كنزولوها وكنمشيو كنلامسوا الارض برجلينا، وكتحسي بواحد الراحه ملي كتمشي في البحر حفيانه. هذا هو المعنى البنات، انك كي قلت لكم داك لا شارج اللي في الدات كتهبط، الجسم كيتخلص منها، كنستمدوا القوه والطاقه من الارض. الدوره الدمويه اللي كتكون خاسره، داك الدم اللي كنقولوا الخاسر كيكون في الداس ديالنا البنات، كترجع الدوره الدمويه، كتنشط، كتدور بسرعه، ما كيبقاش عندنا داك الدم الخاسر في الجسم ديالنا بفعل داك الحفه اللي كنمشيو عليه. غير هو خصنا نعرفوا البنات كيفاش كنتمشاو. ملي كنحطوا القدم ديالنا هكا في الارض، كنحطوا القدم ديالنا ونزيدوا هكا الى الصباع ديال رجلينا هكا نمشيو. فهمتوني كيفاش؟ يعني ماشي كنمشيو هكا حاطين رجلينا نيشان وغاديين بها في الارض حفيانين، كنديروا هكا. هاد الحركه هذه شنو كدير؟ كتخلي الداس ديالنا بحال درتي المساج للداس ديالك من راسك حتى رجليك. كتحطي القدم ديال رجليك هكا، كتحطي هذيك العفطه ما عرفتش اللي تتكون تحت ما بين الصباع والقدم، كتحطيها هكا، والصباع ديال رجليك كتحطيه هكا وكتهزي رجليك وكتمشيو هكذا. يعني هكا كنمشيو. فهمتوا؟ ملي كتمشيو هكا حفيانين، هذاك هو اللي كيخلي البنات بحال درتي ترويض او درتي مساج للجسم ديالك من راسك حتى رجليك. كنتمنى انني عطيتكم بعض الفوائد من هذا المشي حفيان. تمشيو حفيانين، دخلوا بحثوا عليها غادي تلقاو فوائد اللي زوينه بزاف. هادشي اللي كاين البنات. هادشي علاش هنايا بغيت ننتهز الفرصه ونقول هكا انا كيفاش كنحس
الطاقه، لان كاين بزاف الاخوات كيقولوا لي حنا كنوضوا مرض، كنوضوا مدقدقين، ما عندنا خاطر، ما عندناش يعني راه كاين ما كنقدرش شغلنا. راه كاين شي وسائل اللي ساهلين ممكن انكم ديروهم، ولكن حنا ما كنعرفوهمش اولا كما كنقولوا حنا بالمصطلح ديالنا كنتعاماو عليهم. كل شيء عندك راه ممكن انك تنشطي راسك اولا ذاتك اولا تحسي بالطاقه الايجابيه وترمي عليك الطاقه السلبيه غير من دارك. ولكن حنا كاينين شي اشياء اللي حنا ما يعني كيف قلت لكم ما كنعرفوش، ولكن غير دخلوا وبقاو تبحثوا. بدل ما نشد انا التليفون ونبقى نتفرج في التفاهه وفي الخوى الخاوي، نقلب طاحت لي شي فكره في راسي نكتبها في عمي جوجل ونبقى نبحث وهكا نستافد منها. بحال دابا هاد الفكره بزاف منكم اللي غيكون ما عارفهاش. اذا يا لاله ملي تنوضي الصباح نحيد صندالتي ونتمشى واحد غير ربع ساعه ندور في داري وانا حفيانه ورجليا كتلامس ليا الارض، وندير ديك الحركه اللي قلت لكم. بهكا غادي تحسي واحد الانتعاش وكتبداي نهارك وانت اكتيف هكا ويعني كتحسي براسك خفيفه. ايوا هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات. وبغيت ما نحرمكمش من هاد الخضوره، وراه الصباح هذا بكري انا باقا ما قضيتش شغلي. يلاه قلت لكم درت الفطور هكا، فطرت غير هنا، بغيت نجلس هنا على الارض حنا ولاد الارض وغادي نرجعوا للارض. سبحان الله. صافي هنايا غادي نجلس صافي غير شي شويه بيد ما نحس براسي مستعده ونوض ندخل الكوزينه ونقضي شغالي ان شاء الله. كيف كنقول لكم البنات، بالنسبه للاخت اللي قالت لي كيفاش كتبداي نهارك، انا هكا كنبدا نهاري ملي كنوض. اول حاجه كنديرها من بعد ما كنقضي الواجب الديني ديالي وكنغسل وجهي وديك النظافه الشخصيه ديالك وطبيعه الحال، اول ما كنجي كندخل الكوزينه كنحل هذا الباب كندير له كندفعو وكنقول الطاقه السلبيه خرجي، وكنستنشق الهواء اللي على الصباح بكري، وخصوصا في العروبيه الهواء كيصبح غزال وزوين. كتشمي ريحه زوينه نقيه، الهواء نقي، كنستنشق مزيان. كنجيب دوره هنايا، ندور هنا ندور في الجرده الهي، نمشي نشوف دجيجات، يعني هكا باش كنبدا صباحي. كنحاول انني نشرب بهذا المصطلح، نشرب الطاقه الايجابيه باش نهاري يدوز مزيان. وصافي هكا ومع الخضوره ودوري هكا ودوري هكا، وفهمتوني كيفاش. بالنسبه للسيده اللي قالت لي كيفاش كتبداي نهارك، هو هذا كنبدا هكا كما قلت لكم. كنحاول ندير الاشياء اللي ترجع ليا انا بالطاقه. اي حاجه فيها شي حاجه اللي تكسرني او شي حاجه اللي تطلع لي الدم او شي حاجه اللي كما كنقولوا حنايا تعصبني او تعطيني الطاقه السلبيه، كنرميها. ما عندي ما ندير بها. الا غنبدا نهاري وانايا بالطاقه السلبيه، النهار كله غيدوز عندك زيرو. ما عندي ما ندير به. واخا نشوف واحد الحاجه ما عجبانيش نتغاضى عليها وندير راسي ما شفتهاش. سمعت شي حاجه ما عجبتني ندير راسي ما سمعتهاش. هادشي باش كنقول لكم البنات في الحياه اليوميه دائما حاولوا انكم كما كنقولوا ناقص واحد ناقص مشكل، هكا ديروا في حياتكم. الحاجه اللي تجيب لكم الملل وتجيب لكم شي حاجه اللي تكسر لكم النفس ديالكم بالنقص نجد بابها، ما عندكم ما ديروا بها. صدقوني يا البنات، ما كاين ما احسن من صحتكم اولا والهنا ديال الراس راحت بالكم. الحاجه اللي دير لكم المشاكل ودير لكم ملل رميوها مورا ظهركم كما بغات تكون ومن عند من بغات تكون، يعني بغض النظر على شكون داك الشخص. عيشي لراسك. الا ما فكرتيش في راسك ما كاينش اللي غيفكر فيك. الا ما حنيتيش في راسك ما كاينش اللي غيحن فيك. والا ما خممتيش لصحتك ما كاينش اللي غيخمم لك فيها. اذا صحتك الاعصاب ولاو على سبه، المرض ولا على سبه. اذا حاولوا ديروا كما كنقولوا داك المثل الشعبي ديالنا، ديروا كلشي في الشبكه، شي يطيح وشي يبقى. هادشي اللي كاين البنات، رميو مورا ظهركم وما تخليو حتى شي حاجه. الدنيا ما تستاهلش حتى حاجه، ما تستاهل. اخرتها موته، غادي نموتوها كاملين البنات. والبقاء لله سبحانه وتعالى. اذا نعيشوا هذه الحياه اللي مكتبها لنا الله، سواء قصيره ولا طويله، بالطول وبالعرض، بالحاجه اللي تعود علينا بالنفع. اخرتها قلت لكم موته. هادشي اللي كاين. اذا بنادم علاش غيعيش حياته كامله هو مريض ومعصب والدويات والاعصاب والكينات وهذا، وفي الاخر الله يرحم. فهمتوني يا بنات؟ انا المهم كنحاول نهضر معكم داكشي اللي تيجي عفوي اللي على قلبي كنقولوا لكم على لساني مباشره. ويمكن هادشي علاش انا كنحس براسي قريبه لكم، وكيف ما نتوما كتحسوا بيا انا قريبه منكم. علاش؟ لانني انا دائما كنحط رجلي على الارض الواقع وكنهضر معكم بداكشي اللي كاين في الحياه اليوميه ديالنا وفي المعيشه ديالنا. ولا اله الا الله محمد رسول الله اللي كاين البنات هو اللي كنتقاسموا معكم. كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم بالبلا بلا، حيت شحال هادي ما هضرت معكم شي مواضيع. كنفكر شي موضوع اللي عجبني وزوين ناخذ راحتي ونهضر غادي نفكر فيه ان شاء الله ونشاركه معكم.
ببساطته بكلماته التلقائيه وبكلماته الشعبيه بالمتداوله، بداك الشيء على كما كنقولوا البساط احمدي. داك الشيء كنهضر معكم، داك الشيء مبسط بسيط كما لو انني جالسه معكم في شي مجمع. ايوا هادشي اللي كاين البنات. يلا نخليكم دابا غادي ندخل نقضي شغلي، غنغسل هاد المعناس ديال الفطور، والخبز عندي ما غاديش نعجن، انا كنقول لكم كلشي. صافي عندي الخبز في الثلاجه، غير غادي نسخنو ان شاء الله الغدا ونشوفوا شنو غنديروا الغدانا. كل نهار ورزقوا على الله يا مولانا. ايوا هادشي اللي كاين البنات. يا ربي يا ربي ما تحرمونيش من لايكاتكم، بغيت غير تشجيع يا البنات يا الميمات يا العزاز على قلبي، بغيت غير التشجيع منكم. الله يجازيكم بكل خير. ما عرفتش علاش ان الانسان كيتفرج وما كيقدرش يدير داك زر اللايك، راه غير ديريه هنا فين كنقول لكم. القلب يكون مسلم والقلب يكون يبغي الخير لخوه، ربي غادي يعطيه لك انتي. يعني نكونوا هكا، نحاولوا كنساعدوا بعضياتنا وندعموا بعضياتنا ونفرحوا بعضياتنا. كما انا كما انت غادي تفرحيني انت، راه ربي غادي يجيب لك اللي يفرحك. فهمتوني يا بنات؟ يلا ما نطولش عليكم باش ما يجيكمش فيديو طويل. كنتمنى لكم دوام الصحه، وكنتمنى لكم يا ربي الهلا يعطيكم ما يضركم، والهلا يعطيكم ما يحزنكم. الحاجه اللي فيها الخير الله ياتيها لكم، واللي فيها الشر الله يبعدها عليكم قد ما بعد ربي ما بين السماء والارض. شكرا لكم بزاف، ودمتم في امان الله، ومع الف الف سلامه.